Radio Plus. Plus qu'une radio. موانسين مع علاء الدين من 2 حتى الجمعة من 6 حتى 7 على راديو بلوس. راجعين مواصلين معكم مستمعينا في كنتوا هي 27 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. كيف ما وعدتكم حاضرين معنا الضيوف اليوم، ضيوف متميزين اللي غادي نتعرفوا عليهم أكثر في هذا الشهر الكريم. الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة إن شاء الله، وباش ما تمنيتوا رمضان مبارك سعيد وعشركم مبروكة. اليوم حاضر معنا الفنان الكبير المخرج بطبيعة الحال اللي تابعنا عدة أعمال ديالو سنين وسنين على مر الزمان، المخرج المبدع المتألق دائما عبد الرحيم مجد اللي كنرحبوا بك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك علاء، وكنشكر راديو بليس على هذه الاستضافه. بهذه المناسبه كنبارك العواشر لجميع المستمعين والمستمعات من هذا المنبر هذا، كنوجه لهم كنقول لهم رمضان مبارك سعيد، وانتظرونا على قناه دوزام ان شاء الله برامج جديده، وعلى راسهم برنامج جديد اللي غيعوض الكاميرا الخفيه اللي كانت معروفه جار ومجرور، اللي تبتات مده 5 سنوات طيله شهر رمضانات السابقه. الان غادي نبانوا بشكل جديد، اسم جديد ولوك جديد. غنتعرفوا على هذا الشيء اكثر من دابا شويه. خليكم معنا متشوفين، ومعنا الفنانه الجميله البوغوس التيتيزا. شكون هي؟ رجوة السهلي اللي غادي تكتشفوها ان شاء الله هذه السنه في عده اعمال. شفتوها بزاف ديال الاعمال، ما كانش ظهور بارز، ولكن كنوعدكم ان شاء الله هذه السنه غتكتشفوا وجه جديد، طريقه جديده في التمثيل، كاريزما جديده، حضور قوي. رجوة السهلي ان شاء الله غتشوفوها هذا رمضان اكثر من شباكيه والسفوف. مساء الخير على المستمعين، ورمضان مبارك كريم على جميع المغاربه. يا ربي يدخل عليهم بالصحه والنجاح، واللي في قلبه شي حاجه يا ربي يحققها لي في هاد العواشر. وان شاء الله غتشوفوني في البرنامج الجديد، واللي غادي يكون شي حاجه مفرقعه كيف كنقولوا احنا بالمغربيه، برنامج الكاميرا الخفيه مشيتي فيها ان شاء الله. وكذلك سلسله كوميديا على قناه ميدي 1، وكذلك سلسله كوميديا مرحبا بصحابي دوزيام بارتي على قناه الاولى ان شاء الله. هادشي كله غنهضروا فيه بالديتاي. اش بالكم نمشيو نسمعوا اول حاجه، نسمعوا الجينيريك ديال الكاميرا كافي. كاميرا كافي عنوان جديد هذا. كاميرا كافي عقل عليها صافي العام الجاي. كاميرا كافي مشيتي فيها النية درتيها، ما ديتي ما جبتي، والكاميرا طحتي فيها. يلا دابا عقتي ومن الغفلة فقتي، صورنا وشنو درتي ومشيتي فيها. وشحال حظيتي وليها جيتي، راها كاينة وليك ما باينة، ومشيتي فيها. هو الجينيريك ديال الكاميرا خفيه ديال هذا العام مشيتي فيها. وتحيه خاصه لجلال الحمداوي الموزع والكاتب ديال نعم. على بالخصوص هو انه الاغنيه هي من تاليفه ومن الغناء ديالو، فاذا الصوت اللي سمعناه هو الصوت ديالو ديال جلال الحمداوي، فضلنا ان نسمعوا صوته هو، لانه في قليل فين كنسمعوا صوته. اغلب الاحيان هو كيسجل اغاني الفنانين كبار. اخر اغنيه المعلم المجرد، واغنيه كذلك جبره اللي دارها جبره فان ديال الجريني. فاذا كان حصل لي الشرف اني نتعامل معاه في الاغنيه، وكذلك المفاجاه الكبيره اللي كاينه في مشيتي فيها. العنوان اقترحوا عليا ولدي الصغير، يا سلام. قلت له اقترح عليا بابا شي عنوان نغيروا جار ومجرور، قال لي دير مشيتي فيها ودير الاغنيه، وتوفقنا الحمد لله ندير الاغنيه ودرنا شكل جديد من الكاميرا خفيه هذا العام. وتبارك الله عليك. كاميرا خفيه ديال عبد الرحيم مجد فيما كتجي كل عام كتنوض عليها الروينه، ضجه، القيل والقال، مفبركه، طاطاتي. لا هادي العام اللي فات ما دارتش، واش هذا هو السبب او كانت اسباب اخرى؟ لا، هي راه قبل كانت على غفله. انتجت على غفله في 2003 2004 2005 3 سنين. دائما اي عمل الا وكيبان راه كيوقف باش كيدير وقفه اعاده النظر. فالسيت كومات الاعمال كلها دائما كتكون فيها كتبان بشكل وكان عندها عنوان. بعد سنتين او 3 سنوات على حسب داكشي اللي حققت. والاشاره هو انه جار ومجرور باش تحقق 5 سنين من المشاهده مع القناه الثانيه ما كانش من السهل. فاذا انا كنحمد الله انه استمرت 5 سنين. وكانت الوقفه مهمه. اي عمل خصو وقفه. الوقفه اللي وقفنا كانت مهمه، وغيبان الفرق ان شاء الله هذا العام مشيتي فيها. اما السؤال ديال حقيقيه ماشي حقيقيه في راسو كذا ديك الدجه، انا كنعتبرها عاديه. انا اللي بقى فيا ذاك العام وما بقيناش لقينا علاش نهضروا. ملي كنمشيو القهوه مع صحابنا كيقولوا اش كاين، قالوا ما كاين شيء، فلقاو شي حاجه نهضروا عليها. واش شتي واش بصح زادوا ولا داروا ليه اكثر، لا مسكين
مسكين بقى فيا لا ما بقاش فيا. اذا هو اخذ ورد. وما التلفزيون الا متعه، ما التلفزيون الا متعه، نتفرجوا ونهضروا ونتكلموا على المنتوج، عجبنا ما عجبناش وهكذا. فاذا انا كنعتبر هذا سؤال طبيعي، اي انسان يقدر يخطر له على البال مرحبا. فاللي كيهم هو اننا نتفرجوا تكون متعه. انا كنوعد المستمعين وكنوعد المشاهدين كذلك بانه تكون ان شاء الله هذه المتعه كبيره في هذا رمضان، لانه درنا مجهود كبير داخل المغرب وخارج المغرب. يعني مشينا لبلدان تركيا، مصر، فطيحنا فنانين كبار كفاروق الفيشاوي، محمود الجندي، امينه حنطور، سعد الصغير. مشينا لتركيا باش نطيحوا الفنانين ديالنا المشهورين منار وكمال في عقر دارهم كما يقال. يعني ماشي غير. اما هنا في المغرب ما اكتفيناش غير بالدار البيضاء، مشينا لاكادير، مشينا لمراكش، مشينا بين الودان، مشينا الباديه، مشينا للتبوريده. فيعني كنظن انه نوعنا هذا العام، واللي كان مثير هو انه درت لاكسيون الحركه في الكاميرا خفيه. هذا العام نشوفوا الطيارات، الهليكوبتر، الزودياك، لي زودياك كل شيء كاين. فاذا لانه ديك الوقت اللي الانسان كيكون كيفطر راه ما عندوش تركيز 100%، 50%. انا اكتفيت ديك 50% انني نثير ليه الانتباه ديالو بواحد الحركه معينه. كيبان لنا الفنان طيح في واحد المأزق معين بحال الزنزان، واحد جا زنزان الارض كتزنزان والسقاف كيطيح. فاذا الذكر انا يقول لي شي واحد في راسو ولا ما في راسوش، منين نقول لك اجي نقولها لك انا في راسك ونجيبك نحطك قدام السبع والنمر، هو مثل انك كدير هي كاع في راسك، كيقول لها هي في راسك غير الصحه والراحه، خذ هذاك النمر ديالك. حنا المهم ولا رياكسيون. هادشي اللي كاين. غادي نرجعوا باش نواصلوا معكم ونهضروا مع رجوه اكثر، بما انها لعبت 30 حلقه. غنهضروا على التفاصيل ديال الكاميرا خفيه، ما تعطيوناش كلشي بيان سور باش نخليو الناس نشوفهم شويه. نهضروا على الكواليس، نهضروا على ابرز موقع في التصوير. لانه هذا السيده واحد السيد معايا بوسالم، رجوه انا كنعترف بها، يعني كانت موفقه جدا معايا في الكاميرا خفيه، وبوسالم كذلك. والناس اللي كيقولوا بين قوسين كلاو العصا، يعني بوسالم وقيلا كاع تهرس ضرب في الركبه ديالو. ضربنا طوموبيل، طحنا، انا ضربت رجلي في واحد الكعيه. اونتر بارونتيز نقول لك الضربه ديال رجلو اشنو وقع. غنرجعوا من بعد لابيب باش نهضروا على هادشي كامل. خليكم معنا مستمعين، احنا ديما في موانسين مع علاء الدين، بقاو معنا ما تمشيوش. بدينا في الساعة الثانية من البرنامج مواسين مع علاء الدين، هي 7:32 دقيقة على راديو بلوس. مرحبا بكم. حاضر معنا المخرج الفنان المبدع المتميز عبد الرحيم ماجد، والفنانة ان شاء الله اللي غنكتشفوها هذه السنة الحضور القوي والمتميز ديالها رجوة الساهلي. مرحبا بكم مرة أخرى. كنا كنهضروا على الكاميرا كاشي، مشيتي فيها أبرز الأحداث اللي وقعوا فيها، من بينهم قلتي هل اللي تعطب، هل اللي طاح، هل اللي انا طحت. عاودي نرجعوا. طحتي فين؟ طحت في الطياره. كانت الحلقه ديال توريا العلوي اللي هي صاحبتي، يعني باش نطيح صاحبتي راه شويه جاتنا صعيبه. فوالا كنا في الطياره وخاصني انا نبين. فماجد دائما كيوقع لها هذا، كتبغي تشوف القضيه بارده كتبغي تسخن. صافي ماجد ملا كيبان لي انا الحلقه بارده، قلت لها ديري شي حاجه سخفي. فالسوكوس ديال الطياره صافي غطيح كلشي. انا بصح راه مخلوعه ديال القطع ماشي بالكذوب. صدق بعد الخلعه الاولى خويا، حيت قبل ما كنطلعوا للطياره كنشهدوا كنقولوا اشهد ان لا اله الا الله. اللعبه راه ما فيهش الضحك. تدير الكاميرا الناس اللي خدامين معاك. واحد خويا بغيتنا نطلعوا، قلت لخويا، قلت لي عافاك خويا كيدير معايا الصوت في الكاميرا كاشف. قلت له الله يرحم باك واش تقدر ما تطلعش معايا؟ قال لي علاش؟ قلت له حتى الا ترزات الوالده ما ترزاش بجوج. الله يجزيكم. فوالا طلعنا صافي الطياره جا السوكوس، الطياره غطيح. شفنا القضيه ما هياش، ما تعصبتش السيده بزاف. صاحبتي فصاحبتي خاصها تشوفني انا ترزى فيا. الوقفه باش كنوقف هي الطياره غتقلب وانا كنطيح على هذيك تنفخ ليا مع اللي خطير هو ان الالتيتود ديال الطياره باش كيحركها للاسف ما كتبانش في الصوره مزيان، ولكن ملي كيحركها كينزلها بواحد الالتيتود كتهز، انت كتهز كلك، كتهز كلك. يعني هي تهزت من بلاصتها ياك وطاحت على العلوي. بيان سير هذاك هو اللعب. دونك لاكسيون دخلات يعني ولات مكمله. هي راه بصح تحتينيت غيشوفوها الناس اكيد في بوسالم في واحد الحلقه في واحد الحلقه ديال الباطو في اكادير، في مارينا داكادير. بوسالم ضرب الركبه ديالو في نفس البلاصه بنفس الحديده في واحد الزودياك يخت خارجين من مارينا داكادير. فهي طاحت جوج المرات فاش كنا مع عماد نتيفي وسميتها وبسطاوي. خاصها تنزل من البلاصه ديال لوطيل، تنزل اليخت هذيك كاين واحد الطريق طويله ولابسه الطالون، وهابطه كتهبط كتقول لهم عتقوني شدوني. وفي الباطو ملي غادي خاص الفنان غنقولوا له راه الباطو راه خسر، فخصنا نتلاحوا، خذ هذا وتلاح. فبردواز كان معنا الفنان بردواز الامازيغي كنوجه له التحيه.
بقات فيه هي كتغوت كتقول ما كنعرفش نعوم. وفريمون راه لا زعما والله ما كنعرف نعوم لا واش باش كنتي كتحسي هذيك الساعه باش كنتي خلعه الموت. الغريب في الامر اقسم لك بالله العلي العظيم زعما حنا هنا العواشر الا في كثير من الحلقات كنوليو كنعيشوا الخطر. علاش؟ لانه باش تعطي لاكسيون هذيك الهليكوبتر اللي نزلت عماد نتيفي هي نازله واحد هذيك لاطيت ديالها كان ذاك النهار الريح ما خلاوهاش كاع تجي كانوا غيانوليو معنا التورناج فما كانش غيجي هما جايبينه من مراكش بالهليكوبتر لبيلويدان اوتيل بيلويدان فهو جاي في الطريق الريح كان ما غينزلش من نزلت بزز وفي الاخر الحلقه قلت له في خبارك راه الهليكوبتر نزلت بزز قال لي دابا عاد كتقولها لي تسالينا. بغيت نسولك رجوة عبد الرحيم ماجد كيفاش داير معكم في التورناج؟ اخويا غنقول القباحة؟ لا شوف كيتسيف. انا ماشي كهو جالس حدايا انني غادي نشكره او لا. اول نهار هو انسان محترم كيحترم الناس اللي خدامين معاه كيحترم عائلته كيحترم كل شيء. اول نهار ديال الكاستينغ غادي نمشي عنده مشيت لابسه كسيوه دخلت السلام عليكم قال لي اختي الا كنتي باغا تخدمي معايا ما تجينيش بهذا اللباس. اول حاجه قالها لي قسما بالله بقيت ديرها صدمتي. لا ولكن ملي كنصوروا كنقول اش تلبس مي قال لي شوف حنا الا كنتي غتخدمي معنا بدلي داك الشيء حنا كناس محترمين وهذا مي اللي ما يعرفوش يجهلوا ولكن حمق اللي ما يعرفوش لا اللي ما يخدمش معاه. نقول لك واحد القضيه الا ما حماقيتيش في العمل ديالك ما تقدرش تطلع ديالك انت اللي عارفو كيفاش لانه الوقت اللي كتكون انت خدام الا ما ضحكتيش مع ليكيب ديالك ونشطيها وطلعتي لها المورال واخا يكون عندي انا المورال زفت خاصني نطلع عليهم المورال باش يقدروا يخدموا. كان ديما بوسالم كيقول لي عافاك لما ضحك وكون ناشط لانه راه ما شفتكش ضحك راه ما غاديش بحال ما راديش على شي حاجه داروها لانه كلها خطر. حنا كنصوروا شوف واحد القضيه نقولها للمستمعين ردا على السؤال اللي سولتي الاول. حنا في كل حلقه كيخدموا معنا 40-50 الفيغيرو مثلا في الحلقه ديال الفيلا شحال كانوا عندنا بزاف. الحلقه ديال الزنزان كيفاش درتوا الزنزان هي دارت حامله وغيطرى الزنزان واللي حاضر خصو شكون اللي كان بدر سلطان ما حيتو الزنزان تحيه ليه من هذا المنبر ما حيتو الرجوه باغا تولد وكتقولوا واحد التقنيه خلاوني كاملين وانت اللي غتولد مع وحنين ظريف بدر كنعرفوا سونسيبل غيشوف غتبقى فيه. كيفاش درتي راه جلسات وهو بقى جالس هنا وهي تكات عليه وكتقول له عتقني شو كيفاش دير كيقول لها انا ما نعرفش كتقول له راه صافي غادي يخرج دابا كنقول له غنولد كنقول له واش عمرك جربتي حرق الولده واش قال لي اختي انا كنولد في هذه الساعه خلينا عليك شنو ولدتي في الاخر وليت مونيكا هي باش قلنا له كاميرا كان شي تكنيكمون كيفاش درتي الزنزان هذا الزنزان كان اولا صوبنا البلاتفورم كتعرف هذاك الفو بلافون اللي كيكون فيه دوك لي كارو بيضين هادو هما عندكم في الدابا هنايا في الراديو بليس هاد لي كارو هادو صوبناهم حيت كيتسيسبونداو مع البلافون صوبناهم غير بالسبيب وبهذا فبالتالي غير كتقطع واحد كلشي كيطيح فكيبان لك السقف طاح الارض كيفاش غادي تمشي وتجي صوبنا واحد الطبله كبيره فيها شي 6 متر على 7 متر جلسوا فيها الطوابل الناس فيغيرو وهي مصوبه فوق واحد السكه ديال الحديد كيخدم واحد الموتور كتبدا الارض تمشي وتجي فاذا مع الصوت ديال لي باف كبار زدنا لي طابلو الزاج كيطرطق فاذا هي لو تو دونك كتسمع الصوت كتسمع الزنزال الزاج كيطرطق الارض كتمشي وتجي السقف كيطيح الناس كطيح الطبالي كتقلب دونك هنايا اكيد غيكون زنزال واللي درنا قبل ما يوقع الزنزان دايرين اخبار ديال القناه الثانيه كيقول بان راه وقع زنزان وممكن متوقع انه يوقع كنا في المحمديه في واحد الكلوب من المتوقع انه يوقع زنزان في السواحل فبالتالي هو اوتوماتيكمون غير كيبدا كيقول هو هذا الزنزال دونك غيضرب المحمديه والدار البيضاء. بالنسبه لك انت يا رجوة اقوى حلقه اللي غتكون هاد رمضان هذه اللي بانت لك زعما انت اندمجتي فيها وحسيتي حتى بالضيف اللي ندير له الفخ انه فريمون تخلع ديال بصح؟ شوف نقول لك ما كايناش هما الحلقات كلهم انا بعدا اولا ملي كنطلع كيكون عليه واحد الحمل اللي هو كبير 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 حيتاش ما يمكنش ليك تغلط ماشي هذا ماشي مسلسل او ما كاينش اكسيون عاود كوبي اللي غريب في الامر كتهضر زوينه وظريفه راه كنت نشوف دابا في رمضان شي حاجه اخرى كتسيف رجوه كتسيف ما كنصلح كيف تنقولوا حنا وكان كيجي ماجد حنا باش يكون في علم المستمعين انه سيمانه كنبريباريو الحلقه وحده سيمانه راه ماشي ساهله سيمانه انا صورت 4 شهور انا كنصور شهرين وانا كنمونطي اوكي كيبريباري فانا هو تاق فيا والناس ديال دوزيام تاقوا فيا فكان عندي واحد الحمل اللي هو كبير كتكون شدني الخلعه مي ان فوا كندخل
صافي ما كيبقاش ديك الشيء، كنولي لعبه حيتاش ما داك الشيء اللي حافظينه حنا اولا السيناريو اللي عندنا في بالنا ممكن الفنان اللي غنديروها به يعطيني دونك ضروري لامبروفيزاسيون، خاصك تكملي من عندك. ضروري عندك احتياط. الا طلع هو تعصب خاصني انا نبرد هو خاصني انا نشعل معاه، ما خاصوش يشك، خاصك كيفاش نوقف انا من بعد على الكاميرا تبعد ما يضربوش الكاميرا. حاجه البوزيسيون ديالي ان الكاميرا ما نخبيهاش. مزيان راه حافظه الدرس. لا ما تخافش عليها، ما تخافش عليها. انا شفت الحلقه ديال كمال ومنار، خصني الشرف شفتها قبل المستمعين، كنفقصهم دابا كانت رجوع لعبات واحد اللوجو زعما اللي ما ساهلش انا بوحاطيه، لانه كانت بوحاطيه ما كاين. وكانت عندي انني سواء لا في الفنانين اللي طلعنا عندهم الميسر او لتركيا نعطيك مثال فاروق الفيشاوي، ماشي سهل انني اول مره وندير فيه مقلب ونوقف حداه، راه ما جاتنيش سهله، لكن كيشدني ماجد برا كيقول لي رجوه انت راكي قويه بون كوراج صافي خرجي عينيك دخلي حيت كندخل كتقول ماشي هذه اللي كنت مخلوعه برا. خاص الزعامه اول مره جات قلت لها انت تعرفي تقولي شي حاجه، قالت لي اش نقول؟ قلت لها قولي اي حاجه خرجي فيا طول وعرض، الا عرفتي لا ما عرفتيش غتمشي في حالك ما تقدريش على الكاميرا كاشي، لان من بعد كتلاقى مع فنانين راهو انت ممثل عليه هو ممثل او لا مغني او لا فنان، الا ما كنتيش قوه منه ما تقنعوش كان فاش كنت جيت عندك انا ورجوه وخرجنا من عندك وهضرنا، ماشي هضرنا فيك هضرنا قلت لها عبد الرحيم ماجد سي لو جونغ اللي كيدير لك كاستينغ قبل من الكاستينغ، كاستينغ كيهضر معاك كي كتدخل عنده اول كلمه كيهضر معك، اول كلمه غيقول لك هذاك راه في حد ذاته كاستينغ. راه هي من جات دير من خلال الجواب كتعرف واش الانسان غيقدر يدير داك الشيء اللي بغيتي ولا ما يقدرش. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا. مرحبا بنا عندك، مرحبا بكم عندنا، الله يبارك وغادي نتسناو ان شاء الله الكاميرا خفيه. غتكون ان شاء الله متميزه هذا العام، وكنقول للمشاهدين خلي الناس تمتع. هو دابا كتشوف العام اللي فات ما لقاوش علاش يهضروا هذا العام. صافي مزيان نبداو عاوتاني الكلام من الاول. دونك هذا العام غنشوفوا شي حاجه اللي متميز هذا العام هو انه ما درتش كنت كنموالف ندير 30 حلقه 30 فكره مختلفه، كنت كنتعذب شويه لانه كل حلقه مستقله على الاخرين، فاختي نصوب لها الديكور ديالها الفكره ديالها. فالان مثلا خدينا واحد المقهى وصوبنا زنزان، فبالتالي باش نصوب هذا الديكور اللي حكيت عليه ديال زنزان ملي كنصوبوا حرام تصور حلقه واحده وخصوصا الميزانيه بلاطو كدير فيه 4 3 حلقات، فبالتالي كندير فيه 3 4 ديال الحلقات وبذكر الميزانيه راه اصغر ميزانيه في البرامج. اقل ميزانيه في رمضان هي ديال لا حيت هما عبد الرحيم غير كيسمع عبد الرحيم كيقول لك خليه هو راه ما غيقول لك انا اللي غنفرش كل شيء ما تهضرش معاه. اول حلقات كنا مشينا صورنا في تركيا، بعدا انا تفطحت الحمد لله، جلسنا في احسن الاوتيلات، كلينا احسن ماكله، مشينا يعني كل شيء كان في المستوى. في تركيا خلا زباله ديال الفلوس، جينا هنا راك عارف باش دير ليفي وهذا الزنزال، مشينا لمصر نفس المشكل. انا بغيت دابا السؤال اللي غنطرحه على عبد الرحيم شحال بقى عليك، بغيت غنفهم ولا زاد من عنده. جلست بلاصتي وسول حاجه قول كل شيء، انا بغيت نقول كل شيء، بغينا نوضحوا كل شيء لان بالنسبه لي زارتيكل قبل الوقت وغتجي هضره اخرى، حنا غنجاوبوا على ديك الهضره اللي غتقال دابا قبل ما العام خسر بزاف. شحال خديتي بعدا؟ خديت 270 مليون 270 مليون هاكا باش نوضحوا حيت غادي يجيو مبالغ اخرى. كيقولوا 275 مليون حيت 273 240 بغيو نعرفوا واحد القضيه. نقول لك واحد القضيه، كاين برامج كاين سيت كومات كاين مسلسلات اللي واخدين 12 مليون ديال الدرهم، يعني مليار و200. اصغر ميزانيه في البرامج رمضان كلها هي ديال الكاميرا خفيه باش نفهموها هكا. فبالتالي فين اللي كتفضل؟ شفتوا مثلا اللقطات دابا كيدوزوا ديال الكاميرا خفيه مشيتي فيها البوندانونس كيبان لنا الهليكوبتر بالويدان والطياره وكذا. واش كتظن على انه مثلا سيتكوم ديور في داخل الاستوديو الديكور كيتصوب مره واحده كتصور فيه 30 حلقه 30 حلقه؟ انا لا، كل حلقه او لا 2 حلقات كنغير الديكور كندير دي مويان. انا ما كنتذكرش على انني شفت فيلم مغربي داز التلفزيون، فيلم مغربي داز فيه الهليكوبتر والطياره مثلوا فيها مثلا حقيقيه وباغا تطيح ولا باغا يعني فيلم كنظن ديال سعيد ناصر دارت وحده افي سبيسيو غير ديال 3 دي. فاذا هذا كافي باش يجاوب على السؤال ديال الميزانيه. انا انسان اللي حضروا معايا هي راه قالت اللي خليت في تركيا في حلقتين ديال منار وكمال كيدوبلوا داكشي اللي واخد من دوزيام على 4 المرات، حتى ان الكثير من المواقع تكلموا على انه هناك ميزانيه ضخمه تعطات المنار وكمال باش مرحبا. الا كانت ميزانيه ضخمه راه غير شاروخان شحال جا الاجهار. الا كانت ميزانيه ضخمه اذا خداو 500 مليون وانا واخد 270 مليون، فاذا انا خاسر 250 مليون من جيبي.
فاذا هذه المساله هذه بين قوسين راني كنحب هذا الميدان وفيا البراد ديال هادشي علاش بغيت نسولك، يعني رغم ان الميزانيه ما خرجش شي حاجه كثيره وكتاخذ على نفسك تحدي وكتحاول. حبيت نعطي شوف راه البرنامج كيتحط ورا الفطور ماشي سهل على القناه. ما عرفتش اش كضحك، غنرجع نسول علاش كضحك، ما عرفتش تفكرت شي حاجه. لا درت مع هذيك صافي فان تورناج عرفتي وما ساخينش، قلت ليه برافو ان شاء الله العام الجاي غتكون اكثر. وهذا قال لي لا صافي خسرت صافي سيدي الله يعاون. لا ولكن قلت لك كلمه اخرى عليك انت. عليا قال لي قلت لها انت صافي بركه باي باي شكرا صفقوا عليها. اخر حلقه مشيتي فيها في كاميرا خفيه واخر مره غتخدم معايا والوداع صافي الكعبه ديال يعرفوها الناس كاميرا خفيه ما يمكنش تصلحها زعما خطيله تسيفات وهي لا انا غادي انا غتقولها دابا في المباشر. دابا الناس اللي كيسمعوني عارفين انا عندي واحد اللوك انني شهبه ومستحيل انني نغيره. وفي كاع السلسلات اللي غتشوفوهم اولا في كاميرا كاشي غتشوفوني شهبه، لكن ان شاء الله العام الجاي غادي نتبدل كاع ما غيعرفني حتى شي واحد باش غنلعب مع عبد الرحيم. الكاميرا خفيه نيت كيقولوا عليها واحد القضيه هي المخرجين اللي كيفهموا في لو كل ستيليزم. ورقه بيضاء ماشي بحال ورقه رماديه ولا بنيه. ورقه بيضاء تقدر ترسم فيها كاع الالوان. هي ورقه بيضاء هذاك الشيء علاش كتقول على راسها كعارف. ومن دابا هي كتفكر في اللوك العام الجاي. يمكن مرحبا شوف هي دايره في راسها. لا حيتاش هاد السيد عاوني وثق فيا باش يامن بالموهبه ديالك شي واحد وسيرتو في كاميرا خفيه. حيتاش اللي نبغي المستمعين يعرفوا ان كاميرا كاشي ماشي هي مسلسل. صعيبه اصعب حاجه شناهي بزاف. عرفتي اصعب حاجه شناهي؟ قلت لك قبيله بديت الكلام ما كملتوش. قلت لك كيحضروا معنا 40 50 الفيغورون. سيدي فيغورون كيتخلصوا على قد الحال، كيحضر معاك حاضر كيأتت الديكور وكيمشي بحاله. هاد 40 50 ديال الناس انا واش كنمنعهم انهم يصوروا بالبورطابل؟ كنخليهم يصوروا بالبورطابل. فبالتالي الناس اللي كيطرحوا هذا السؤال ديال الشك لو كون انا كنصور دقه واحده، يعني كيف كيقولوا بالونجلي وان شوت كاينه بديه كاينه النهايه. يا با د ريبيتيسيون. الا فلت حاجه قد هكا ما عنديش الحق نعاودها. ما نعاودهاش لا قدام راسي ولا قدام ليكيب ولا قدام حتى الناس. حيت ان فوا دير شي حاجه التليفونات كيصوروا كلشي كيصور. دابا غير الناس عاديين ولا كيقول لك هذا التليفون راه مشكله. علاش؟ لان اي حاجه ديرها كتصور في البلاصه وكتذيع في فيسبوك وكذا. راك راني منشور دابا ماشي اترافير لو ماروك حتى برا المغرب. بغيت نوضح واحد الحاجه بالنسبه للتصاور اللي كانوا خرجوا هذه 3 شهور ديال المنار او ديال كمال وحدنا لي كاميرا. قال لك زعما هذا الشيء راه مغشوش. اللي خاص يفهم المستمع ان الفخ هو اصله انترفيو، هو مدير انترفيو. يعني حنا ما يمكنش لينا اننا نمشيو حتى لتركيا ونديروا الطياره ولا جيت او شي حاجه. هذا زعما راه نوابغ شافوا الكاميرا. ما يمكنش. وعبد الرحيم والله ما تشوفوا كاميرته. مستحيل. دابا انا راه شاك فيه جيب معاه كاميرا ديرنا كاميرا خفيه. انا وليت كنشك غير كنهضر السلام عليكم نقول له عبد الرحيم شي جو بروفين مخبعه. قول فين عندي انا الكاميرا؟ شي حويجات راه عندي كاميرا، عندي نضاضر كاميرات، عندي بورت كلين كاميرات، عندي عندي ستيلو، ماشي هاد النضر بعدا صدفه ديال الجاكيطه. عاد بالنسبه للكاميرا هذه قضيه بغيت نسولك عليها. دابا الفنان اللي على برا ما غتلقاش معاهم مشكل. من الفنانين المغاربه الا شافوا عبد الرحيم ماجد مثلا وشي حاجه كتصور ما كطيحش لهم في بالهم هذا خويا هذا راه ديما. لا ولكن انا عمري ما كتبانش. لا ما تيبانش. هذاك الشيء بغيت نقول لك. تناخذ مكان متميز بعيد. كلشي ولا خدام بالويفي. دابا لي كاميرا اللي كنخدموا بالويفي وكنشوف بالويفي بحال في الطياره. كنت جالس غير في الطواليت. حيت سيتين جيت فيها 8 د البلايص. دونك انا فين غنجلس ما يشوفنيش الفنان. نجلس في الطواليت حيت الرحله فيها غير ساعه ضروب. فاذا خاصني نتخبى وهذه كدير راسها بحال غتجي حيت دارت اوتيس $. كل مره تجي تطلع لي تقول لي واش نقول شي حاجه ندير شي حاجه كيعجبك هذا الشيء ما عجبكش. الطراجي اللي درتو في التصوير في الطياره درنا بن سليمان ورزازات بن سليمان. عاود درنا ديتور اخرين عاوتاني غير في لي زونفيرون ديال بن سليمان. نهار 2 حلقات صورناهم بالجيت اللي عندها لي رياكتور و2 حلقات صورناهم ديك الطياره اللي عندها الفرافر لانها هي كتعرف تقلب مزيان. فبالتالي انا باش نصور من الداخل ومن برا بان راه كتهز وكتدور وداك الشيء كان خصني ناخذ هذيك الفرفرات حيت سهله باش بور مانيبيولاسيون. وصورنا داخل لاكابين يعني فاطمه زهره العروسي توريا العلوي دخلوا لاكابين مع البيلوت حتى بغى يطير عاد بدلوا البلايص يعني. وما نقول لك شحال بكى لي من واحد
لا ما غيشوفوهاش المشاهدين عرفتي. لانه داروا فيك غوتوا عليكم عيروكم دابا التناقض اللي سبوكم. كيوقع مره كدوز شي حلقه ضحكه كيقول لك هذا واقيلا بحال كيتفلوا علينا. مره كيشوفوا الفنان بكى ولا درت له شي مقلب صحيح كيقول لك بزاف اصاحبي عيطوا عليه. فاذا اش غندير واش هكا ولا هكا وهي راه كاميرا خفيه. انا شوف الاحساس ديالو هكاك طبيعي. فبكاو ليا بزاف ديال الفنانه لانه بكاو. ماشي سهله وحنا احساس هو احساس. انا وحده سولتها قلت لها اش كتبكي دابا تنضحكوا معاك قلت لي لا غير صافي ديك هكا، الخلعه لأن كتبقى تكون مع الوقت- مراتها كيقول لي شنو كي- بغيتي كي- نقولها لك مثلا والله شنو لا. اللي كتسمع كاين؟ ان الفنان بعض المرات كيكون كيمثل كيقول لك راه لبس اندمج. الدور اندمج فبالتالي كيبكي بصح كيتاثر بصح. مرة الخلعه ف- الطياره والماء وما عرفت لا، شنو لا، والزنزانه كان- والسيف اخويا. انا الطياره دايره خاطك ديال السبوعه خاصك دير هذه ديال لا السبوعه. اخويا اسبوعه درت وحده مع حاتم إدار. عقلت عليها. وهو كان جاي غير باش يقدم صدق حاصل فريمون من سالا مشى قجني. هذا العام غتشوفوا ضربوا واش جبتي زعما ديك اللعبه غادي دير انت زعما تقديم لا تضرب هذا العام تبعوني 3 ضربوني ايمن تيفي كان غيلوحني في المال لانه صوبنا له هذيك الحلقه في جيماجي عبد الرحيم دردك وشي واحد تابعو. تحلفوا عليا وسيدي حنا غنتسناو كنضحكوا غنتسناو هادشي ان شاء الله نشوفوا مرحبا. نهضروا شويه مع رجوع الاعمال الاخرى اللي عندها. كاميرا خفيه واخا نبداوها واخا ساعتين ثلاثه ما غنساليوهاش لان فيها بزاف ديال الاحداث باش ما نقصيوش الاعمال الجايه ديال كرجوه. نتحدثوا على ابرز الاعمال اللي جايه ان شاء الله اللي غنشوفوك في القناه الاولى وفي القناه الثانيه وفي ميدي ان تي في. هكا كنشوفوك اكثر من الصفوف الشباكيه هذا العام. ان شاء الله. هو ان شاء الله غتشوفوني على قناه ميدي ان في سلسله كتوقع في احسن العائلات للمبدعه المخرجه جميله البرجي بن عيسى اللي ماشي هذا اول مره كنخدم معها. خديت دور ديال البطوله في مسلسل نواره اللي غيكون ان شاء الله مورا العيد. خدمت معها اكتشفتني حتى هي عاونتني تعاطفت معايا بزاف يعني حاولت تخرج مني شي حوايج اللي انا ما كنتش عارفاهم فيا وعيطت لي عاوتاني الميديا وخدمت معها الحمد لله. غتشوفوني في واحد الدور ديال واحد البنت زوينه ولكن حمقى مسكينه ما عندها الزهر في الرجال. هذه سلسله كوميديا ولا سلسله كوميديا ان شاء الله. بالنسبه للمسلسلات كاين شي مسلسل؟ عندي مرحبا بصحابي دوزيام بارتي المبدع علي الطاهري. غنكون في واحد الدور ديال منال اللي نصابه غتنصب الله على كاع عباد الله. خايبه كتبان هي بريئه ما هي داكشي اللي في راسها راه هو في راسها. ما كتخافيش من اول ظهور لك ماشي اول ظهور ملي غنقولوا اول ظهور يعني نقدروا نسميوه رسمي باني قبيحه لان عندنا الجمهور حنا ملي كيبدا يتفرج في واحد البيرسوناج كيقدر يبدا يشوفوه على اساس هو هكذاك. ما عندكش تخوف من هذه المساله انك غتباني للناس غتباني قبيحه؟ لا ما عنديش تخوف حيت اللي كيعرف رجوه في حياتها العاديه مستحيل يعني غيشوف ديكشي غيقول رجوه كانت مبدعه في الادوار ديالي حيت انا في حياتي راه ماشي هكا دايره. فكنتمنى ان شاء الله يعجبهم الاعمال ديالي ونكون موفقه ونكون عند حسن الظن ديالهم ولا لا يحاشم. وغنتسناوكم نشوفوا الجديد. عبد الرحيم ان شاء الله العام الجاي غتكون كاميرا العام الجاي غادي نستقل من القناه. لا لا لانه فريمون تعذبت بصح. انا كنقول ما عرف لا والله انت كاميرا خفيه راه ما يمكنش افكارو ملي كيجلس هو كيهندس. انا ملي كنكون كنخططوا كنصوبوا خاصك تعرف بان 3 ايام 4 ايام ودرت 4 شهور ديال التصوير. كنظن كاع الاعمال اللي كتصور دابا رمضان ما كيديروش اقل اكثر من 4 شهور. درت 4 شهور ديال التصوير في هذه الميزانيه اللي عندي انا ما وباقي دابا يعني انت جيتي دابا من المونتاج وباقي المونتاج خدام باقي خارج مع 2 الليل من البيرو ديالي في المونتاج كنصر على انه ما دوز حتى كلمه ما هياش او لا يدوز شي موقف ديال الفنان ما هواش. فكنحاول نحافظ على الفنانين ونحافظ على المنتوج ديالي. مي فريمون تعذبت كنقولها بصريح العباره. انا الشغل ديالي ماشي هو الكاميرا خفيه غير جات في الطريق. انا عندي 15 فيلم في الانتاج عندي 4 الافلام في الاخراج. اخر فيلم كان احلام مؤجله مع رشيد دوالي. فزنا ب3 جوائز في مهرجان مكناس وجائزه في مهرجان القاهره. فوليت كنقول مع راسي علاش مجد كون بحال المخرجين الاخرين وندير اعمال اخرى داك هاد الكاميرا خفيه. دونك ما غاديش توقف مره يعني غنشوفوا اعمال اخرى ديالك؟ ما عرفتش عييتي؟ لا هو العيا ربما انا كنتكلم معك وحنا على ابواب رمضان العيا شاد فيا وفهمتيني. فربما كنقول هذا الكلام ولكن كيف انه وقفنا واحد العام باش نعطيو نفس جديد. هذا النفس كلفني ماديا ومعنويا وجسديا. فصعيب عليا نتخيل راسي عاوتاني العام الجاي في نفس المجهود. ما خطا بين قوسين الا كان دعم ثاني من سبونسور او لا هذا كنشوفوا رامز جلال الدعم اللي كيتلقى. انا نعطي واحد الرقم. انا حصلت
على رقم من مصر فاش مشينا لمصر. رامز جلال دار مؤخرا فهنا في كازابلانكا 30 حلقه ديال الكاميرا خفيه ديال النار الاطفاء، يعني كتشعل العافيه هو كيمثل رجل يبلع اطفاء بالنار. الميزانيه 12 مليون دولار، يعني بالفلوس ديالنا 12 مليار. 12 مليار. شحال كيشد الفنان؟ شحال كيشد الفنان؟ الفنان كياخذ تقريبا ما بين 100 حتى 200 مليون ديالنا. شحال كيعطي مجد الفنان؟ هو واخد 7 المليون في الحلقه كلها، شحال غيعطيه؟ فبالتالي انا هادشي اش كنقول صعب. بغيتيش تحاشم مع الناس لانه كنديروا مجهود كبير، كنصرفوا مصاريف كثيره باش نحصلوا على ديكورات كبيره وكتجيب فنان اللي مسكين كيمشي في واحد الدور وما معولش عليه، جا طاح في واحد الفخ ما معولش عليه، كيولي في واحد الحاله الهستيريه لانه كيعيش الدور، كيعيش ديك الاجواء ديال الخوف وديال الحضاره وديال هذا. هي بصح نيت مواقف هزليه، لانه العزيز على المغاربه باش نقولها في هذا المنبر، العزيز على المغاربه بدينا كنملوا شويه التمثيل كيقول لك بغينا نشوفوا واحد على حقيقته. داكشي علاش كتصدمهم كيقول لك واش على حقيقته بصح ولا لا. خليه، ولكن انا اللي كنقول بشكل صادق اقسم بالله لان كنحرص بكل جهدي وبكل طاقتي على انه نكون صادق مع الجمهور ونقدم لهم على انه راه الا ما جبتيش بالفعل وكان ما عارفش راه ما غتاخذش منه داك الشيء اللي بغيتي. الا مثل راه غتبان شتي غير نقول لك الا كان تيعير راه ما عارفش، الا كان كيغوت راه ما عارفش، الا تيطيح راه ما عارفش، حيت الا عرف راه ما غيطيح، غيحضي راسو، غيقول كلام زوين، ما يخرج هضره العيب، بالنسبه له ليماج ديالو بالنسبه له راه كيقول لا ما خصنيش نبان بواحد الموقف. ولكن من نشوفوا في حاله اخرى قول هاد الناس صادقين غير ما تبانش له انت، والصوره راه غادي تعبر غير ما تبانش على راسنا، راه الجمهور اللي غادي يحكم. نعطيك انا باش المصداقيه على دابا ندمت علاش ما تصورتش ديك اللقطه. كنا حنا جايبين غاني جالسين في بالويدان لاعبين صافي داخلين، ما عندنا كيفاش غنديروا. نسيت واحد الديكور خاصو يكون باش غنطيحوا الفنان ديالنا. فلوس مسروقه مول الديكور ما حطش الفلوس في المكان المناسب، حط باليزه اخرى. انا واقفه عرفتي مخرجه عيني في غاني تقول له غتحصل دابا باليزه غتحلها وغنلقاو فيها الفلوس. انت سراق شفار انت الفنان. جاب قال له ها هي حل، عرفتي حلوا الطبقه الاولى الطبقه الثانيه ناري ويحل الثالثه. وانا كنقول المهم فين هما الفلوس؟ سلكات. قال له محمد بوسالم قال له تسنى انا جاي لك 5 دقائق غتعطى، بغيتي تضحك عليا ما غتضحكش عليا، دخل. هذا اش دار؟ قال لهم صافي ديكلاريو كاميرا كاشي، عرفتي زباله ديال الفلوس باش كاريين اللوطيل، باش كاريين الجيت اليخت، المهم ما نقولش لك راه داكشي راه بزاف. دخل هذا قال لهم صافي ديكلاريو، مشات ليا الحلقه، ضرب رجلو مع الزاجه تعصبتي. شكون عتق الموقف؟ فاطمه الزهراء حسني كانت معايا هي اللي عتقت. جابت الباليزه ديال صاحبه الماناجر ديالو، احنا مخبعين شادينه باش ما يفرشناش، درنا فيها الفلوس. وجابوا سالم الحق عليا، قلت له يلا عتق الموقف. ثم قال له بغيتي تضحك علينا، خبيتي ديال صاحبك باش ما نعيقوش فيك، عتقنا الموقف. عرفتي انا صافي بديت هذه الشهاده بين قوسين كاين بزاف الصحفيين جرؤوا وتكلموا كذا ما عارفين شنو عذرهم. هذه شهاده ليكيب كلهم جهدوا بها من بعد ما سالينا التصوير. قال لي منو كانت مفبركه كان غادي تحط الامور في المكان ديالها وغتصوب، يقدر عاود يدخلها ويكمل التصوير عادي. نفسو التصوير كاع نعاودو، خرج غيضرب رجليه ويوعد حتى ويمشي يدير القبص ويدير التصوير. انا وبوسان مشينا للسبيطار. لاش غادي نعصب راسي حتى لهاد الدرجه؟ صافي بيني وبينكم داك الشيء راه مفبرك، سيروا دخلوه شادي وجيبوها نصلحوا هذا الخطا وتحد ما شافنا. فلهذا الحكم على الشيء هو باقي ما قبل من وقته، بعدا باقي ما شفناش قبل من وقته ما من الصعب. فنخليو حنا جينا نشوقوا المشاهدين باش يتابعوا، درنا لهم شويه ديال السسبانس باش يتابعوها وخليهم يتابعوها ان شاء الله. وكنسلموا على طريق البخاري اللي كان خصو يكون معنا اليوم، ما سالاش على حساب التورناج داك الشيء، كنسلموا عليه بزاف. كيجاو هما بجوج داروا ثنائي زوين. الحقيقه كان دوت ثنائي ناجح، لانه ربما الى كتب الله بين قوسين كنقولوا مره اخرى كانت الكاميرا خفيه نعتمد نفس الفكره، انه نجيب فنان معروف لانه كيلعب دوره هكاك. بحال دابا مثلا في فكره الزنزان او الفيلا، فاطمه الزهراء بن ناصر ولا امل صقر ولا مهدي وزاني، كلهم فنانين كبار. طريق البخاري جايب الفنان على اساس كيقول له اجي نمشي واحد المنتج، انا راه خدمت معاه وسينيت معاه كونطرا، يعني هو معروف. فبالتالي ملي كتجيب واحد معروف داك اللي جاي كتولي عندك مصداقيه، كيقول ايوا طريق البخاري معروف، الا غيديني شي خدمه راه ما غاديش يتفلى عليا. فبالتالي هذه فرصه اننا مثلا مره اخرى ندير فنان معروف وهكذا باش كنخلي الطرف الاخر اللي غادي يطيح في الفخ تكون عنده واحد الثقه في مصداقيه في الطرف الثاني اللي جاي معاه.
جميل جدا وتبارك الله عليكم. شكرا لك عبد الرحيم ماجد، حضرتي معنا اليوم مرحبا. ووضحتي لنا بزاف ديال المسائل اللي ما عارفينهاش الناس واللي غادي يعرفوها ان شاء الله من خلال هذا المباشر اللي كان معنا دابا ومن خلال الفيديو اللي غادي ينزل هذا اليوم ان شاء الله. شكرا لك رجوة الساهلين، ان شاء الله غنتسناو ونشوفوا شكراً. إن شاء الله. السلسلات اللي شاركتي فيهم إن وسورتو شاء الله. كاميرا خفيه. إن شاء الله. بسرعه التايمينغ اللي كيدوز فيه الكاميرا كاشي انت اللي كتختاروا ولا القناه الثانيه؟ القناه الثانيه. وهذا دليل على ان المنتوج مزيان وكيحطوه في مكان مزيان. تبارك الله نتمنى عليكم. يكون خير ويكون كلمه اخيره لكم بجوج للمستمعين ديال راديو بلوس والناس اللي غيتابعوكم في رمضان. انا كنتمنى للمستمعين عواشر مبروكه ورمضان مبارك. حنا كنا كنحبوا المغاربه، الى هذا المجهود درناه كله فغير حب اننا نديروا لهم واحد الضحكه خفيفه في رمضان، كنتمنى تكون خفيفه عليهم وخليوها خفيفه علينا حتى حنايا. وهذا المجهود كله كيف الفنان كيوقع كيقول لك ما فيها باس، الا كان غيضحك الجمهور مرحبا وكيوافقوا لينا وكيسينيو لينا. هادشي لاش باش الجمهور يخرج واحد الابتسامه مع الفطور، ونتمناو يكون رمضان مبارك سعيد ونتلاقاو في اعمال اخرى. وشكرا على الاستضافه وشكرا علاء. تبارك الله عليك. وتبارك الله عليك، راك غزال ومن الله يحفظك لي اخويا عبد الرحيم. الله يخطيك رجوة. كنقول لهم عواشركم مبروك ان شاء الله، تدخل عليكم بالصحه والخير والسلامه والنجاح، ويا ربي نكونوا موفقين في برنامج مشيتي فيها، ونكون كذلك موفقه في ليسيتكم الاخرين اللي على ميدي ان وقناه الاولى. واسمحوا لنا الا غلطنا، اسمحوا لنا، ويا ربي نكونوا خفاف الظل عليكم. ومشيتي في هذا العام غتكون ان شاء الله ناجحه بوجودكم نتوما، وعواشركم مبروك. تبارك الله عليكم. شكرا لكم حضرتوا معنا، شكرا للمستمعين ديالنا اللي تابعونا معنا حلقه اليوم. تهلاو في راسكم. Radio Plus, plus qu'une radio.